السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله معانا حضراتكم لوحه تحكم مجموعه رطوبه خارجين شحن. لوحه التحكم حضراتكم عليها ترموستات فوكس كوري 4 مرحله لتشغيل دفايه وشفاط واحد وشفاط اتنين وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على نفس شفاط رقم واحد للتهويه وسحب الامونيا من داخل المكان، وتايمر تاني حضراتكم شغال للفانات. طبعا حضراتكم المقصود من 4 مرحله ان احنا نقدر نظبط كل مرحله زي ما احنا عايزين، نقدر نتحكم في فرق درجات الحراره ما بين كل مرحله والتانيه. يعني نقدر نظبط حضراتكم مرحله رقم واحد اللي هي الدفايه على درجه حراره 30، مرحله رقم 2 اللي هو شفاط رقم 1 على درجه حراره 33، مرحله رقم 3 حضراتكم اللي هو شفاط رقم 2 هتكون درجه الحراره 34، مرحله رقم 4 اللي هي خلايا التبريد نظبط درجات الحراره على 35. كده حضراتكم بالنسبه لطريقه التشغيل هتكون ان لو درجات الحراره قلت عن 30 الدفايه هتشتغل معانا ترفعها ل 30. طول ما درجات الحراره من 30 ل 33 مش هنلاقي في حاجه شغاله معانا تماما. طيب لو درجات الحراره ارتفعت عن 33 شفاط رقم 1 هيشتغل. لو درجة الحرارة فضلت مرتفعة ورفعت ل 34 هنلاقي ان شفاط رقم 2 اشتغل. طيب شفاط رقم 1 وشفاط 2 اشتغلوا ودرجات الحرارة ما انخفضتش وفضلت مرتفعة ل 35 هتلاقي ان رقم 4 خلايا التبريد اشتغلت معانا. كده حضراتكم بالنسبة لطريقة التشغيل. طيب بالنسبة لطريقة الفصل، أول ما خلايا التبريد هتشتغل ودرجات الحرارة تقل عن 35 هنلاقي ان أول حاجة فصلت معانا خلايا التبريد، وده دايما حضراتكم اللي بنفضله ان خلايا التبريد تفصل قبل الشفاطات عشان خاطر الرطوبة ما ترفعش معانا في المكان، لأن طبعا ورق خلايا التبريد بيكون لسه عليه مية. يعني درجات الحراره اول ما ننخفض عن 35 هنلاقي اول حاجه فصلت معانا خلايا التبريد، انخفضت عن 34 هنلاقي شفاط رقم 2 فصل معانا، انخفض الثاني ل 33 شفاط رقم 1 هيكون فصل معانا. دي كده حضراتكم بالنسبه للمراحل، وده دايما اللي بنفضله ان نشتغل باربع مرحله او 6 مرحله او 8 مرحله حسب مساحه العنبر. وطبعا حضراتكم التايمر شغال على نفس شفاط رقم 1 للتهويه وسحب الامونيا من داخل المكان. يعني حضراتكم شفاط رقم 1 بياخد امرين، امر من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره والامر الثاني من التايمر، والاثنين لو ادوا امر في نفس الوقت مفيش مشكله، مش هيحصل معانا قفله ولا اي حاجه. موجود كمان حضراتكم تايمر ثاني شغال للفانات لتقليب الهواء، ممكن نركب تايمر زي كده ثواني في اللوحه للفانات، وممكن نستخدم التايمر العادي زي كده برده للفانات مفيش اي مشكله. دي كده حضراتكم بالنسبه للوحه. وهنا اللوحه معانا من الداخل زي ما واضح قدام حضراتكم، يعني الشغل متقفل كويس جدا عشان خاطر ما يحصلش فيه اي مشكله او اي قفله ما بين السلوك. طبعا حضراتكم طريقه التوصيل كل حاجه بيكون موضح عليها زي ما واضح قدام حضراتكم. هنا معانا مدخل الكهرباء، هنا توصيل التايمر، توصيل خلايا التبريد، توصيل الشفاط رقم 2، توصيل شفاط رقم 1 وخلايا، واخر حاجه الدفايه. كل حاجه حضراتكم بيكون مشروح عليها بالنسبه للوحه التحكم، يعني تقدر حضرتك توصلها من غير فن. موجود معانا كمان حضراتكم مجموعه الرطوبه خارجه شحن باذن الله. مجموعه الرطوبه زي ما واضح قدام حضراتكم عدد 3 فنات وموتور ضخ الميه، وموجود معانا هنا الترموستات والخراطيم. موجود معانا هنا حضراتكم الرشاشات الاستانلس الاثنين ماكرو، ورشاش ممتاز جدا مش بيغرق الدنيا ميه. موجود كمان مشترك التيك. يوجد بفضل الله شحن لجميع المحافظات، لوحات التحكم، مجموعه الرطوبه، جميع مستلزمات زي ما واضح قدام حضراتكم. عنوان المحل حضراتكم في عزبة الهجانة مدينة نصر القاهرة. وبالنسبة حضراتكم للوكيشن من على الخريطة هتبحث من أي مكان مؤسسة أبو مالك تظهر لك على طول بإذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.